اللعيب مضغوط، اللعيب عنده مشكله وضغط نفسي ففك نفسه. الحمد لله على السلامه يا سيدي. لا ده اسمه قله ادب. الناس ما اتكلمتش على قذاره دونجا، ولا قله ادب شيكابالا، ولا وساخه دونجا برضه في الزمالك. الحركه البذيئه اللي عملها مع احمد سيد زيزو، وشيكابالا والحركه الزفت اللي عملوها في السوبر وقله ادبه، والحركه بتاع دونجا لما قطع تيشيرت امين عمر، وقله الادب اللي فوق ما تتخيلها في كل مباراه، ومسكوا في البالونه. هو ده نادي البالونه. ما بقاش نادي الزمالك ما بقاش اسمه اكبر قلعه رياضيه في مصر، اكبر بالونه بيضه في مصر، اكبر بالونه ملهاش تاني. فنادي الزمالك يا عيني الله يكون في عونه، مشغول بالبالونه. فبمناسبه نادي الزمالك كان في القيد بتاع الطايره. فنادي الزمالك كان النادي الاهلي عايز ياخر قيد الطايره وفتح القيد او غلق القيد لحد 48 ساعه. دونجا وشاء كلهم فعلا ده حقيقه. صح كده يا هلا والله. فكان النادي الاهلي كان عايز ياخر القيد لنادي الطايره 48 ساعه. فنادي الزمالك اصدر بيان وبعت جواب رسمي لاتحاد الطايره، وقال له احنا بنرفض اي مد قيد ولو ساعه زمن. المهم الاهلي اتصرف في اللعيب الايطالي اللي كان جايبه وجابه وسجله. قام الاهلي قال لهم بس تعالوا بقى على حجري. قام محمود الخطيب قال تعالى يا لبيب بقى، تعالى على حجري بقى يا لبيب، انت عامل لي فيها ناصح. قام محمود الخطيب واخد لبيب على حجره وقال بقى الجواب رسمي، ومطلع بيان لاتحاد الكره المصري لهاني ابو ريده. يا رب يطلع هاني ابو ريده قد كلمته في التصريحات اللي قالها اول ما مسك الاتحاد، وقال لك مفيش نادي هيسجل لعيب الا لما يدفع مديونياته القديمه او المبلغ المالي اللي بيدفعه عند تسجيل اللعيب. يعني لو بيدفع 50,000 ولا 20,000 لازم يدفع المبلغ ده عشان يأيد اللعيب. فالنادي الاهلي بعت وقال تكافؤ الفرص والعداله واللي الكلام الكبير اللي الزمالك ما يعرفش قيمته قاله مع اتحاد الطايره. النادي الاهلي قاله لابد من الكفاءه والعداله والروح الرياضيه والعداله بين الانديه والمنافسه الانديه. فمفيش نادي يسجل لعيبه الا لما يدفع الفلوس اللي عليه. طبعا كلنا عارفين ان نادي الزمالك مديون له طوب الارض. نادي الزمالك اللي هو اكبر قلعه رياضيه في مصر بعت لي الهيئه الرقابه الاداريه عشان يستاذنهم عشان ياخد قرض من احد البنوك المصريه. عايز قرض 250 260 مليون جنيه عشان يجدد لزيزو، وعشان يجدد يدي بعض الفلوس للعيبه. وما دام احنا جينا بقى للفلوس، نيجي لسيف الدين الجزيري. سيف الجزيري طبعا اللعيب التونسي المحترف في نادي الزمالك، اكبر قلعه رياضيه في مصر او اكبر قلعه مديونه في مصر، راح قبل مباراة النهارده امبارح بالليل لم شنطته لم هدومه لم حاله لم محتاله، قال لي لجروس سلام عليكم يا جروس انا ماليش فيه انا ماشي. ايه يا عم اهدى يا سيدي وارتاح وريح دماغك وبطل واستنى يهديك يرضيك. مفيش، هي قفلت معاه. ايه يا سيدي في؟ قال له انا ليا فلوس. وطول ما هو ماشي ورايح جاي عمال يشغل اغنية يا عيلة واطية ونصابة هات الفلوس اللي عليكم بتاع حماده هلال. ولا خطيبتي صاحب النادي ده راجل مجنون وهات الفلوس اللي عليكم. بقى طول ما هو ماشي عمال يغني ايه هات الفلوس اللي عليكم هات الفلوس اللي عليكم. البالونه فرقعت عليهم هتطيرهم طبعا. اهي البالونه اهي. ربنا يرزقنا بواحد زملكاوي النهارده ولا حاجه على اللايف يا جماعه. اول ما يشوف البالونه هيكسر التليفون اللي هو بيتفرج